يا مساء السعادة، يا مساء الخير، يا مساء السرور، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونك يا ست الكل. يا مساء المحشي، يا مساء الحر. غصب عني النهارده ما لقيتش غير ان انا اعمل محشي. رحت السوق ما فيش الا باميه، كوسه، بتنجان، ورق عنب. ده اللي موجود في السوق. فانا طبعا يعني ما باليد حيله، فقلت يلا هنجيب بتنجان وهنعمل محشي وكام كوسايه كده، واليوم يعدي يبقى زي الفل. هنعمل محشي بطريقه حلوه وظريفه ولطيفه كده، ويا رب تعجبكم وتمر رضاكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هنعملها مع بعض، لقيت كده كام حته لحمه، فقلت يا بنتي نادي يلا زي بعض واعملي شويه شوربه كده بلسان عصفور للعيال وما تخليش نفسهم في حاجه. حطينا الماده الدهنيه وهننزل عليهم بقطع اللحمه بتاعتنا. المادة الدهنية لازم تكون سخنة، وقلت كذا مرة عشان تقفلي المسام بتاعة اللحمة، وبالتالي اللحمة تبقى طرية وحلوة لما تيجي تاكليها. هتحطيها في المادة الدهنية، وبعد كده عندي هنا ملح في الاخر. هنحط فلفل وشوية سكر صغيرين عشان يسرعوا لي عملية السوا، وكمان هنحط ورق لورا وجوز الطيب وحبهان. وعندي هنا بصل وجزر. تمام. الطماطم هنحطها كمان شوية عشان ما تنزلش مية. هنبتدي نقلب اللحمه بتاعتنا، تاخد لون من هنا وتاخد لون من هنا، يعني المسام بتاعتها تتقفل من هنا والمسام بتاعتها تتقفل من الناحيه التانية كمان. وهنقلب التقليبه الظريفه اللطيفه الحلوه، وفي نفس الوقت او في نفس ذات الوقت وانتي بتعملي اللحمه بتاعتك تكوني حاطه على النار براد، يكون ميه سخنه عشان نطش بيها اللحمه بتاعتنا. طبعا في المرحله دي هنحط دلوقتي الطماطم. الطماطم بيديها طعم حلو شويه، وشويه تسكير، يعني تسكيره حلوه كده طماطم، وتديها لون حلو كمان. هنحط الميه المغليه ونقلب تقليبه ظريفه لطيفه، والشوربه زي ما انتم شايفين حلوه ورايقه وجميله. هنغطي عليها خالص ونحطها على نار هاديه يعني، ونغطي عليها ونسيبها لغايه ما تستوي. تعالوا بقى نعمل شويه المحشي الحلوين. اول حاجه الماده الدهنيه بتاعتنا، ونحط بصل مقطع صغير زي ما انتم شايفين كده. ممكن تحطي فلفل حامي، ممكن تحطي فلفل بارد معاه، زي ما انت عايزه. حطينا البصل وهنسيبه لغايه اما يدبل، يعني لونه تحس ان هو بقى شفاف شويه بس. تمام. وهتحطي شويه خضره صغيرين. خضره، ايوه اسمعي كلامي بس واعملي الحركه دي، هتلاقي المحشي بتاعك راح في حته تانية خالص. هتحطي شويه خضره صغيرين. اول ما تشمي ريحه الخضره فحفحت كده، تنزلي على طول عليها بالصلصه بتاعتك. صلصه طماطم تكوني كده ضربها في الخلاط، تكون الطماطم بتاعتك حمرا وحلوه كده، ولو مش حمرا قوي حط لها معلقتين صلصه بيوريه تخليها حمرا. هنحط عليها كل البهارات، ملح وفلفل وشطه وبابريكا وكمون وكزبره وسكر، شويه سكر، وكمان مرقه دجاج. تمام كده. لو عايزه تستغني عن مرقه الدجاج استغني، مفيش اي مشكله. هتقلبي التقليبه الحلوه وتسيبيها على النار تاخد وتدي كده لغايه ما تتسبك. هتعرفي انها اتسبكت ازاي؟ زي ما انت شايفه كده، هتحسي ان الماده الدهنيه نطرت على وش الصلصه. ما تيجي تقلبيها تلاقيها طبعا مفيش ميه فيها خالص، وتحسي ان هي تقيله. حلو كده. حلو كده. تعالوا بقى من الناحيه التانيه ونشوف هنعمل ايه. انا في نفس الحله، تمام، في نفس الحله هحط فيها الرز واحط فيها الخضره. الخضره بتاعتي كانت قليله شويه. بعت ابني يا عيني يجيب خضره. الخضره كانت ميته يعني. يعني ماتت وصحت 3 4 مرات تقريبا. فما هنش عليا ارجعه تاني، فانا نقيت منها الحلو والسليم واستعملتها. الدنيا كانت حر وما مرضاش انزله يعني. حلو كده. حلو كده. نقدها التقليبه الحلوه زي ما انتم شايفين اهو، لونها حلو. وانا كنت شايله شويه من الصلصه على جنب، لو احتاجت احط لها، لو ما احتاجتش خلاص هستعملها في حاجه تانية دلوقتي. هناخد بقى البتنجان بتاعنا. بصوا اللون بتاعها حلو زي الفل. طبعا كانت الكاميرا ظلماها، هي كانت غامقه وحلوه ولونها حلو يعني، ما كانتش كده، هي كانت كمان يعني اغمق من كده. البتنجان بتاعك يا ست الكل، وعايزه تريحي نفسك زي كده بالظبط، هي الحته الخضراء بتيجي هنا صح. هنشيل الحته الخضراء دي ونقطع قطعه صغيره، ونقطع من الناحيه التانية اللي هي الواسعه. تمام. قطعه صغيره كده، وتبتدي تقوريها من الناحيه الواسعه. تيجي تحشيها تتحشي بسرعه. هتقوريها بسرعه، مش هتوجعلك قلبك. تمام. لو انت عايزه تريحي نفسك زي، لو مش عايزه تريحي نفسك اعمليها من الناحيه التانية، مفيش اي مشكله. بصي بقى، لما تيجي تحطي الرز هتسيبي عقل الصباع فوق فاضي. ليه؟ لان الرز لسه هيستوي ولسه هيعلى لغايه فوق. حلو كده. حلو كده. هروح اخلص المواضيع واجيلكوا في السريع. في نفس ذات الحله يا جماعه، ومش هغير الحله، وهحط فيها المحشي بتاعنا في حله تانية. زي اي ست مصريه في الدنيا بيتبقى شويه رز هنحطهم في الحله وهنسويهم. عندي هنا شويه صلصه من اللي انا كنت مخبياهم على جنب، هحط عليهم مرقه وهحط عليهم ملح، وهتنزلي عليهم بميه مغليه لغايه كده زي الفل. هنقلبها التقليبه التمام وهنحطها فين؟ على المحشي بتاعنا. طيب بالنسبه للمحشي بتاعنا،
هحط الميه لغايه فين لو انت لسه مبتدئه او لسه خشه المطبخ ومش عارفه تحطي لغايه فين؟ بصي بقى، بصي البتنجان بتاعنا هتقسميه 3. خلاص، التلت الفوقاني ما يوصلوش ميه، تمام؟ يعني تحطي ايه يعني لغايه 3/4 البتنجانيه كده وتقفي. كان عندي كام كوسايه كده فحشيتهم معاهم وزي الفل. بعد ما حشينا البتنجان وحشينا الكوسه وحطينا الميه بتاعتنا او الشوربه، هنحطها على النار، على نار عاليه لغايه لما يتشرب تقريبا، تحسي ان في بقبقه بس على بسيط. توطي البوتاجاز وتسيبيه لغايه ما يتشرب خالص بقى ويتردد ويبقى حلو كده ومستوي زي العسل. وطبعا عملنا شويه لسان عصفور مع اللحمه بتاعتنا الجميله وقدمناها، وبألف هنا وصحه وسعاده كده على قلب اللي كلها يا رب. لو الفيديو بتاع النهارده عجبك ونرضاكي، يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس، واشوفكم مره جايه على خير في وصفه جديده من وصفات حضرتك لنا مع ندى الحديد. حفظ الله ورعايته، مع السلامه.